الفيديو ده لازم يعدي 10000 لايك. ليه يا عمر؟ عشان هتوقع لك مين اللي هيكسب بكره، الاهلي هيكسب سيراميكا ولا ممكن يتغلب، الزمالك هيكسب بيراميدز او ممكن يتغلب. انا هتوقع لك وهقول لك اللي هيحصل باذن الله، وده طبعا مش علم غيب، دي يعني توقع بناء على عده عوامل انا عملت لها دراسات، ولو نجحت الدراسات دي يبقى انا كده ماشي صح. ويمكن بشرى كمان لبعض من الجماهير، انا هقول لكم مين الجماهير اللي انا هبشرهم. ركز معايا وصلي على النبي. بكره الاهلي هيقابل سيراميكا في نصف النهائي. طيب مين اللي هيكسب يا عمر؟ الاهلي. قال له ليه الاهلي يعني؟ مش معنى سيراميكا. سيراميكا في اخر مباراه كانت متعثره وغلب الخصم بتاعه، النادي ده غلب او الفريق غلب الخصم بتاعه في اللحظات الاخيره، ولاعب واحد اللي انقذ الفريق. فبالتالي الاهلي اقوى من سيراميكا. هتقول يا عم ما ده الاهلي متعادل في اخر المباراه اشتغلنا. لا يا حبيبي، في حاجه اسمها تعادل امام فريق اسمه المصري ده مش هتعرف اساسا كويس ان الاهلي تعادل معاه ما اتغلبش منه. سيراميكا غير المصري، سيراميكا لا اقوى هجوم ولا اقوى دفاع، سيراميكا فريق محترم ومتواضع، يعني هنعتبر الاهلي اقوى منه بنسبه 20%. فالاهلي فايز وخدها مني، ونتقابل برضه بعد المباراه. طيب بالنسبه لنادي الزمالك اللي هيقابل بيراميدز يا عمر الزمالك هيكسب بيراميدز. تقول ازاي؟ الزمالك في الفتره الاخيره عنده يعني روح في الملعب غريبه، شكل في الملعب مختلف، نظره. المدرب اللي جاي الجديد كابتن احمد رؤوف 10/10 ممتاز جدا. فبالتالي الراجل ده مصري وعارف بيراميدز وفاهم بيراميدز، فجاي في وقت قاتل. رغم ان في ناس بتقول لك يا عم ده جاي في وقت الزمالك كان بحاجه لمدرب اجنبي، لا، كابتن احمد رؤوف جاي في وقت قاتل. ليه؟ لانه عارف بيراميدز، عارف شكل بيراميدز، عارف اسلوب بيراميدز. المدرب الناصح اللي بيعرف اسلوب الخصم اللي قدامه، شكل الخصم اللي قدامه، اداء الخصم اللي قدامه، الخصم اللي قدامه هيعمل ايه. هو ده المدرب الناصح، مش اللي بينزل بتشكيله وخلاص. فبالتالي الزمالك هيغلب بيراميدز بكره، وهيقابل الاهلي باذن الله في النهائي. لما يقابل الاهلي في النهائي خدها مني بقى قاعده، محدش هيتوقع مين اللي هيكسب. لا انا اقدر اتوقع الاهلي هيكسب الزمالك ولا الزمالك هيكسب الاهلي، ولا اقدر برضو اتوقع يعني حتى لو احتمال ضعيف ان هم ممكن ولو احتمال ضعيف ان هم يوصلوا لركلات الترجيح، ولو احتمال ضعيف. المهم ان الاهلي باذن الله هيصعد والزمالك هيصعد، وهيتقابلوا الاثنين الحلوين دولت في النهائي. نوصل فيديو 10000 لايك وشير واثبت نفسك في التعليقات وشارك برايك برضو، والسلام عليكم.